الصداع والمسكنات اللي بناخدها من الحاجات اللي بتعمل لنا مشاكل كتير وامراض كتير ملهاش حصر. ممكن نعالجها بحاجه بسيطه جدا ومش هتكلفك حاجه وملهاش سايد افكت او اثر جانبي. تعالى اوريك ازاي. في طريقه من الطرق الصينيه المعروفه جدا في الطب التقليدي اسمها الشي بوينتس، بنقدر من خلالها نعالج حاجات كتير. خلينا نبدا. اوريك حاجه. شايف النقطه دي؟ الفكره كلها ان احنا عندنا نقطه هنا لو ضغطنا عليها اسمها ال اي 14. لو ضغطنا عليها لمده مثلا عديت 30 عده او 30 ثانيه، ممكن وقتها الصداع يروح. ازاي نعرف نعملها؟ تعال اقول لك. اول حاجه، شايف ايدك؟ هتعمل ايدك كده، وبعد كده هتروح قافل الصباع ده الابهام هنا. هتلاقي الحته هنا دي طلعت لفوق كده، او باظت زي ما بنقول عليها كده، وهتلاقي في حته عضله هنا معضله. كل اللي بعمله ان انا بمسك الحته اللي في العضله دي من هنا كده وبدوس عليها، وابدا اضغط تحت، وافضل افتح ايدي بقى خلاص، وابدا اخليني دايس 30 عده. تاني، اعمل ايدك كده، هتلاقي الحته دي طلعت زي ما قلنا كده لقدام، باظه كده، هتدوس عليها بالابهام بتاعك التاني وتدوس عليها وتفتح ايديك، هتلاقي نفسك دايس بالظبط كده في النص. ونبدا نعد وانت مراقب طبعا، مرخي ايدك، حاطط ايدك على كرسي او على حاجه، مرخي ايدك، ما تكونش شادد ايدك، وتبدا تعد لمده 30 عده. لو قدرت تخليها ماسكها لدقيقه، بعديها على طول تبص تلاقي باذن الله الصداع راح وبدون الم. ممكن تعملها في الايد اليمين والايد الشمال زي ما انت عايز، ولكن الايد الفعاله بتبقى في الايد الشمال. انتظرونا في نقط تانية في تشي بوينت.